طول عمرنا بنسمع إن في كائنات فضائية وإن في حياة تانية غير الحياة بتاعتنا وعالم تاني غير العالم بتاعنا، وموجود كمان على الإنترنت مليون فيديو وصورة لأجسام غريبة موجودة في السماء زي الأطباق الطايرة مثلا، أو ممكن كمان مخلوقات فضائية. ده غير كمان المنطقة 51 اللي سيرتها ما بتخلاش من الفضائيين. بس تعالوا كده نبدأ الموضوع واحدة واحدة وعلى بساطة، وتعالوا نفكر ونستنتج مع بعض الأحداث اللي هتتقال دي. فمن غير كلام كتير البس الهاند فري بتاعتك وتعالى معايا. الحكاية بتبدأ يوم 28 يناير سنة 2023، السنة اللي احنا فيها دي، لما كان في منطاد صيني دخل المجال الجوي الأمريكي. انت هنا هتقولي ايه علاقة الكلام ده كله بالكائنات الفضائية؟ هقولك كله جاي ورا بعضه يا صديقي، اتقل بس. المنطاد الصيني ده فضل فوق المجال الجوي الأمريكي كذا يوم، وفضلت الأوضاع تزداد سوء يوم بعد يوم، لدرجة إن الناس بدأت تخاف منه، وفي ناس تانية قالت إن ده ممكن يكون مشروع القمر الجديد. بس الدنيا ما فضلتش كده، لأن الناس بدأت إنها تطالب الحكومة الأمريكية إنها تفسر إيه اللي طاير فوق دماغنا ده، لدرجة إن في ناس تانية اتهمتهم بالضعف، لحد ما يوم 4 فبراير الرئيس الأمريكي بايدن يؤمر بنفسه إن المنطاد ده ينضرب. وفعلا الجيش يطلع طيارة من نوع F-22 وتضرب المنطاد ده بصاروخ. وطبعا نتيجة الحركة دي الصين تزعل وتقول ده منطاد بيشوف حالة الطقس ومش أكتر، واحنا فقدنا السيطرة عليه. أمريكا تقول إن ده منطاد تجسس، ده يقول طقس وده يقول تجسس، ده يقول طقس وده يقول تجسس. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، جهز لي بقى انت نفسك لأن اللي جاي فيه ألغاز كتير. بعد ما القوات الأمريكية ضربت المنطاد ده بصاروخ يوم 4 فبراير حصل حاجة غريبة جدا، وهو ظهور لأجسام طايرة غير المنطاد. والأجسام دي مفيش حد عارف مصدرها ايه ولا تبع مين حتى، لدرجة ان في مسؤولين في الجيش الأمريكي قالوا انهم مش عارفين الأجسام دي كانت طايرة ازاي. وفي قائد عسكري في الجيش قال انه مش بيستبعد ان الأجسام دي تكون جاية من خارج كوكب الأرض. في مسؤولين تانيين وصفوا واحد من الأجسام دي انه ثماني الشكل وما كانش موجود جواه اي حد بيسوقه، يعني كان طاير لوحده كده. عرفتوا ليه بقى انا بدأت بالمنطاد الصيني؟ علشان نحاول نربط الاحداث ببعض. تعالوا كده نشوف تاريخ ظهور الاجسام ديت ايه. الحكاية بدأت يوم 4 فبراير لما القوات الامريكية ضربت المنطاد الصيني، وبعدها على طول يوم 10 فبراير القوات الامريكية تضرب جسم غريب تاني فوق منطقة ألاسكا. والمسؤولين قالوا انه ما كانش فيه اي انظمة ملاحة او توجيه او حتى سيطرة على الحركة. في يوم 11 فبراير في مقاتلة امريكية تضرب جسم ثالث كان طاير على ارتفاع كبير فوق منطقة اسمها منطقة يوكون التابعة لدولة كندا، وكانت طايرة على مسافة مش هنقول لا بعيدة ولا قريبة، لأنها كانت مسافة 160 كيلومتر بس على بعد من الحدود الأمريكية، يعني تقريبا كانت جوه أمريكا برضه. لما المسؤولين اتسألوا عن الجسم ده قالوا إنه كان اسطواني الشكل، وإنه أصغر شوية من المنطاد الصيني اللي اتضرب يوم 4 فبراير. يوم 12 فبراير مقاتلة أمريكية تانية تضرب جسم رابع كان طاير فوق بحيرة هورون. كده يبقى معانا 4 أجسام كانوا طايرين، واحد منهم بس اللي كان معروف مصدره، أما الباقي لسه عليهم مليون سؤال. وفي مسؤول أمريكي لما اتسأل عن الأجسام دي وهل إنها ممكن تكون أجسام أو مركبات فضائية أو لأ، الراجل ما نفاش ده، بالعكس كانت إجابته غامضة أكتر، لأنه قال أنا سأترك الإيضاح للاستخبارات والاستطلاعات المضادة ولا أستبعد أي سيناريو. وخلي بالك يا صديقي، الناس دي كلمتهم بحساب، وكلمة لا أستبعد أي سيناريو دي بنسبة كبيرة بتثبت إن الأجسام دي خاصة بكائنات فضائية، وخصوصا إن لحد الوقت الحالي حطام الأجسام دي لما المسؤولين اتسألوا عليه ما قالوش أي إجابة واضحة. ده بالعكس هم بيقولوا إن بسبب الأحوال الطقسية الباردة نوعا ما وإن فيها تلج والكلام ده، فعملية انتشال الحاجات دي أو البقايا بتاعة الحطام بتكون صعبة. بس في النهاية حضرتك يا صديقي تكذب أو تكذب الكلام ده ليك كامل الحرية والاختيار، أنا بس مجرد ناقل للقصة أو الخبر وبفكر معاك بصوت عالي مش أكتر. بس سواء المسؤولين جاوبوا على الأسئلة دي أو لأ، فاستنوا مني حلقة تانية فيها تفاصيل أكتر عن الفضائيين وعلاقتهم بالعالم بتاعنا.
وبس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش اللايك والشير. وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني عليه في اي وقت لو عندك اي قصة جديدة حابب نحكيها، او عندك اي مشكلة او استفسارات على الفيديوهات. وبس كده يا سيدي، كان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.